ليه انا بعاني عشان اوصل للحاجة اللي بتمناها، في حين ان غيري واللي ممكن ما بيبذلش نص المجهود اللي انا ببذله بيوصل اسرع مني وبيحقق اللي هو عايزه؟ فين المشكلة؟ انا عشت حالة من اليأس والتعجب للأسف خدت سنين من حياتي، وانا كنت حرفيا متدمرة نفسيا. انا مميزة، حد شاطر، انا شاطرة، عندي موهبة بتخليني ابدع في الحاجة اللي بعملها، ومع ذلك مش قادرة اوصل للي انا عايزاه. كنت افقد يقيني بالله من كتر ما كنت اسأله ليه مش عارفة اوصل اللي بتمناه. انا استحق، ايوه استحق. اجتهدت، درست، عافرت في الحياة عشان اقدر اوصل لشيء كبير في حياتي. دلوقتي ما قدرتش اوصل لاي شيء. كتير حواليا اقل مني وسبقوني. فين المشكلة؟ مش لاقية اجابة مقنعة. ما عنديش غير الحسرة والرغبة في عدم استكمال الحياة. حاسة ان في جدار غير مرئي واقف بيني وبين قدراتي والحاجة اللي انا عايزاها او اللي انا عايزة اوصل لها. اسعى وبعدين اصطدم في الجدار، وقع واقوم، وقع واقوم، ويتكرر الموقف معايا، نفس السقوط والاخفاق كل مرة. كل مرة اعاني من خيبة الامل والاحباط في حياتي. مش قادرة اعرف او افهم ليه سوء الحظ مرافقني، ليه مش بتتحسن احوالي. لحد ما قريت في علم النفس عن فكرة التدمير الذاتي. حقيقي الامور اختلفت معايا 360 درجة. عرفت وادركت وفهمت ان الحاجات اللي انا بطمح اني اوصل لها ما بوصل لهاش، مش عشان انا مستحقش او عشان رغبتي فيها ما كانتش كفاية، او لاني مش ذكية او مش شاطرة او مش ناجحة بما فيه الكفاية. لا، مش عشان الحاجات دي خالص. اكتشفت كارثة، اكتشفت اني بقوم بالتدمير الذاتي. عندي افكار ومعتقدات متضاربة ناحية الحاجات اللي انا عايزة اوصل لها، وكأني في وضعية مقاومة لأهدافي وطموحاتي. زي مثلا اني احقق النجاح في مسيرتي المهنية، ولكن انا عايزة تكون علاقاتي بزمايلي في الشغل كويسة، ولكن انا طول الوقت بتبع اسلوب نعم ولكن. وده اللي وصلني لحالة التدمير الذاتي. والغريب انه من السهل اننا نلاحظ على فكرة التدمير الذاتي على اللي حوالينا، ونشوف بوضوح ازاي ان مثلا اختياراتهم منعتهم من ان هم يوصلوا للحاجة اللي عايزينها او الحاجة اللي يستحقوها في الحياة. لكن الصعب الحقيقي اننا نلاحظ التدمير الذاتي على نفسنا. طيب ايه هو التدمير الذاتي؟ التدمير الذاتي هو أنماط التفكير والسلوكيات اللي بنقوم بيها فتخلينا نفقد اللي كنا بنحلم نحصل عليه. هي الطريقة اللي بنظبط فيها نفسنا بشكل لا واعي عشان نفضل داخل الحدود اللي اخترناها لذاتنا، وكأننا بنعرقل نفسنا عن اننا نوصل لخط النهاية. احيانا سلوك التدمير الذاتي بيكون واضح مفيش خلاف عليه، يعني مثلا زي السلوكيات الادمانيه، حد مدمن او حد بيدمن نوع من انواع المخدرات او الحاجات اللي بتضر صحته، ده تدمير للذات بدون نقاش، قولا واحدا تدمير ذاتي. في المقابل واللي فيه مشكله اكبر، ان في التدمير الذاتي اللي بيكون خفي، زي مثلا انك تميل لفرض معايير الكمال الخاصة بيك انت على الاخرين، واللي بيتسبب لك من غير ما تحس او ان يظهر التدمير الذاتي في انماط التفكير، زي مثلا التردد في اتخاذ القرارات، واللي للأسف بيفوت عليك فرص مش من السهل انها تتكرر لتحسين حياتك. فعلا احنا محتاجين نفهم استراتيجيات
التدمير الذاتي عشان نقدر نلاحظها وبالتالي نتجنبها عشان ما نأذيش نفسنا. استراتيجيات التدمير الذاتي كتير، بس هتكلم معاكم عن أهمهم وعن الحاجات اللي بنتبعها أكتر وبتضرنا من غير ما نحس. أول استراتيجية هي الاستسلام. سمعت عن مسابقة في التعيين في جامعة في محافظة بعيدة شوية عن البلد اللي أنا ساكنة فيها. أنا من جوايا كنت بتمنى الوظيفة دي، وقلت لنفسي إن شروط الوظيفة منطبقة عليا وممكن أقدم. بس أكيد مش هقبل. أكيد الموضوع محتاج واسطة. أكيد في ناس هتكون درجاتها أعلى مني وهتتقدم وهياخدوهم هما. يبقى ليه أنا أتعب نفسي وأقدم من الأساس؟ خليني قاعدة. الحالة دي اللي لما تعتقد في أعماقك إنك ما تستحقش هذا الحلم تحديدا، فتحدث نفسك إنك مش هتسعى وراه. مش عايزة أرفع سقف طموحاتي أو سقف توقعاتي، وبالتالي إذا ما وصلتش للحاجة دي مش هتجرح، مش هتضايق نفسيا. هي النفسية غريبة بتدمرنا. كل الأفكار دي بتؤدي بيك إلى إنك تستسلم قبل ما تبدأ، ودي واحدة من أهم وأكتر استراتيجيات التدمير الذاتي اللي بنستخدمها من غير ما نحس. الاستراتيجية التانية هي الرضا بالقليل، الرضا بالأقل. أنا عايزة أوصل للحاجة الفلانية، لكن أنا مش سوبر يعني عشان أوصل لها، كفاية عليا الأقل. أنا راضية بكده ومقتنعة. الحاجة دي مش زي الاستسلام اللي احنا ما بنفكرش أساسا إن احنا بنبدأ. احنا الاستسلام أو استراتيجية الاستسلام احنا بنستسلم من أول الطريق. لا، انت في الحالة دي بتفكر بحماس عشان تحقق هدفك، انك ترضى بالقليل، ترضى بالأقل، تتقدم خطوات تجاه الحاجة اللي انت عايزها. ولكن لما تقرب لمرحلة التنفيذ بتتجمد. انت على وشك تحقيق انجاز شخصي، بتقف في المنتصف، في نص الطريق بتتراجع اعتقادا منك انك ما تستحقش الهدف ده، او انك خايف من النجاح. حالة الخوف من النجاح كأنك تقول لنفسك انا عايز الشيء الفلاني ولكن انا خايفة من اللي هيحصل بعد ما اخده. تبدأ تركز في النتائج او الصعوبات اللي هتقابلك او الصعوبات اللي هتواجهها لو وصلت للمشروع اللي انت عايزه، او للعلاقة الجديدة اللي انت حابب تدخل فيها، او للحاجة اللي انت عايزها. فتلاقي همتك ناحية الحاجة دي بتتراجع. بتراودك فكرة انه يمكن الافضل ليك انك تتخلى عن الموضوع ده او انك تسيبه. احيانا بيكون الرضا بالاقل دافع شعور بالذنب، اني انا اخد مثلا حاجات اعلى من الناس اللي حواليا، فليه خليني زيهم وخلاص، زي الباقيين. احيانا كمان بيكون الدافع شعورك ان شخص تاني هو اللي يستحق النجاح اكتر منك. والكارثة انك بتلاقي نفسك انت بتدعمه وتتراجع، انت بتفضله على نفسك، بتدعم شخص آخر عشان ينجح وعشان يوصل للحاجة اللي انت نفسك كنت بتتمناها. الاستراتيجية الثالثة من استراتيجيات التدمير الذاتي هي الإنكار. الإنكار بيريح قلوبنا من فجيعة الواقع، بيريح عقولنا من استيعاب الحقيقة المؤلمة، بينزل من على كتافنا مسؤولية الصبر على الحلم، ونطبطب على نفسنا بأنه كله تمام، كل شيء ماشي زي الفل، أنا مش مهتم بالقصة دي أصلا، أنا مش عايزها، أنا مش محتاج الحاجة الفلانية. لو في مشكلة هتعدي عادي من تلقاء نفسها، أن الموضوع مش مهم بالنسبة لي. أنا بأنكر حاجة أنا بتمناها، وعلى قد ما الإنكار مريح في البداية، إلى إن اللي أنت ما تعرفوش إن تمنه غالي جدا جدا جدا. بريح نفسي دلوقتي لكن هحس بالألم بعدين.
لما الاقي اللي حواليا سابوني وسبقوني وانا لسه واقف مكاني. حالة متأخرة جدا من السرطان. الحالة دي حاسة باللي فيها، ولكنها للأسف بتنكر، مش قادرة تواجه المرض، سابته لحد ما توغل في جسمها وأصبح علاجه شبه مستحيل. إنكار. الإنكار مشكلته مش بس مع أمراض الجسد، الأمر بيشمل جميع الصعوبات اللي ممكن تواجهها في حياتك. لازم تعترف بوجودها عشان تقدر تطلب المساعدة أو تبدأ تدور على حلول المشكلة. مش شطارة انك تنكر الحاجة النهاردة وتتجاهلها النهاردة لحد ما تقوم على كارثة، ان المشكلة كبرت، ان النار كبرت لدرجة انك مش قادر تطفيها. انك تبعد نظرك عن مشكلة وتعتقد انها تتحل او هتحل نفسها بنفسها، فبالعكس انت بتديها فرصة تكبر، لان معظم المشاكل بتتحل بشكل اسرع كل ما بدأنا نعالجها بدري في بدايتها. وخد بالك، ما لا يستطيع المرء أن يراه لا يستطيع أن يغيره. الحاجة اللي مش شايفها عمرك ما هتعرف تغيرها. أما الاستراتيجية الرابعة فهي التمسك بمعتقدات متضاربة ناحية الهدف بتاعك، فتفضل ثابت في مكانك. واحدة بتعتقد أو ست بتعتقد إن النجاح المهني بيتعارض مع نجاحها في حياتها الشخصية ونجاحها في أسرتها ومع أولادها وتربية أولادها ورعاية زوجها، وبالتالي بترفض كل الفرص المهنية من غير التفكير فيما إذا كان في خيارات تانية تناسب ظروفها. أو رجل أمين جدا ويعتقد إن الثراء والغنى ما بيحصلش غير بالاحتيال والغش. بشكل عام أي هدف عالق في حياتك اسأل نفسك إيه هي قناعاتك تجاهه، وهل فعلا قناعاتك تجاه الهدف بتاعك واقعية ولا نتيجة تجربة مريت بيها وللأسف بقيت تعممها على كل تجاربك. لازم تكون صريح مع نفسك، صريح مع معتقداتك ناحية هدفك عشان تقدر توصله بسهولة. استراتيجيات التدمير الذاتي كتيرة، وعشان تتعامل معاها لازم تراقب نفسك وأنماط تفكيرك. ممكن تحتاج لمرشد متمكن